يا مالي الشعر. اوه شو بدك نعمل اليوم؟ بدك نعمل قبلما؟ وريني هالكوسة لشوف. شكرا. وين المنقرة؟ ايه يلا تفضلي لشوف، تفضلي ساعديني. نشيل الراس. هي تفضلي هاي لإلك عشان تنقريها. 1 2 وهيك صارت جاهزة. هلا بدنا ننقرهم كلهم. واو نقرناهم كلهم. أنا حضرت الحشوة عشان نختصر وقت، اللي هي عبارة عن لحمة وبصل مقليين بشوية سمنة، أكيد بنحط لها بهارات وملح وفلفل أسود، نضيف شوية صنوبر للحشوة بتعطيها طعم كتير طيبة. نحشيها لتمها. هيك خلصنا كل الكوسة اللي عنا، هلا صار لازم نقليهم. طبعا رح اقلي لحالي. هيدا اللون المطلوب. ولبن المعزة يا ستي اوعك تحطي له نشا. بسم الله. شوية مي على قد ما بتحبي اللبن رخو. حركت اللبن والمي ليصيروا مزيج واحد. هلا بنطرهم لحد ما يغلوا، ما بده تحريك ابدا، بس انطريه تيغلي. واذا بدك اكلة اللبن تطلع هالشكل يا ستي ما إلك الا تستخدمي لبن المعزة. وهاي عن خبرة بنت ضايعة، شحرقت الطنجرة يا ستي بس معلش. شوفوا اللبن بعد ما يغلي ما حركته ولا دققته. رح ملح اللبنات، نزل فيهم الكوسة بعد ما صفيتهم. بسم الله. شلت الطنجرة على غاز تاني عبال ما يغلوا. حضر هون طشة النعناع اليابس مع الثوم والصنوبر، واكيد معلقة سمنة بالنص. وهاي الطشة صارت جاهزة. وهاي الكوسة واللبن بعد ما تركناهم يغلوا شوي مع بعض بننزل عليهم الطشة. بسم الله. غلوت لدقيقتين وبنشيلهم بكونوا جاهزين. الريحة بتشهي ملوكي. نشوف قديش ميلانا حتحبها. بسم الله بسم الله يا مامي. يامي. قولي لهم هيدي اطيب قبل ما على الطريقه اللبنانيه فيكي يا مجره.